سهرانه بقى بالليل ومش طايقه نفسي وجعانه ونفسي اكل حاجه. دعبست كده في التلاجة، لقيت عندي جبنه موتزاريلا، وعندي شويه خضار كده، فلفل وطماطم، وعندي وحدتين ستريبس كده عالي طعمهم جامد بصراحه، وعندي دقيق. جبت الدقيق، جبت كوبايتين دقيق وعليهم باكيت خميره ومعلقه سكر وكوبايه لبن، وعجنتهم وعملت عجينه البيتزا. قطعت الطماطم والفلفل زي ما انتوا شايفين كده، انا بحب اقطعهم حتت صغيره عشان بيبقوا سهلين في ان انا ارشهم رش كده على البيتزا. دي الستريبس اخدتها، طلعت منها كذا واحده كده وهحمرهم. هنا بقى بحمرهم اهو، ما تحمرهمش قوي علشان لما تيجي تقطعيهم يبقوا طراي وما يبقوش ناشفين قوي. قطعتهم هنا اهو قطع صغيره عشان لما اجي ارشهم فوق البيتزا يبقى طعمهم وشكلهم جميل. دي صلصة كانت عندي اصلا من الاول، صلصة جاهزة. انا بعمل الصلصة للبيتزا جاهزة كده وبشيلها في الفريزر. العجينة طلعت لي 2 بيتزتين، يعني واحدة صغننة كده حطيتها في صينية صغيرة وواحدة متوسطة. دي بقى بعد ما رصيت حطيت البيتزا في الصينية، وحطيت عليها بقى الستريبس، قطع الستريبس وقطع الفلفل وقطع الطماطم، وبعد كده رشيت عليهم جبنه. انا بموت في الجبنه الموتزاريلا، فتلاقوني مزوده جبنه موتزاريلا كتير قوي 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 بصوا بقى شكلها لما طلعت بقى من الفرن، واو، عايزه تتاكل اكل كده. غير ان طعمها وطعم الصلصه تحفه، يعني حاجة سهلة وبسيطة. ده كده لما بقوم بالليل كده بقى وانا جعانة ومش لاقية حاجة اعملها، اقعد ادعبس في البيت كده واطلع بقى المستخبي واقعد اعمله. ما انا مش بدخل المطبخ باستمرار يعني. اسيبكم بقى مع الجمال ده عشان اروح اكل. بصوا بقى، بصوا هنا، بصوا هنا، بصوا الموتزاريلا، بصوا الموتزاريلا، بصوا قلبي ينفطر كده، قلبي أن ينفطر. قلبي دي الموتزاريلا دي قلبي 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 قلبي. بعشق حاجة اسمها موتزاريلا. في ناس دلوقتي لما هتشوفي الفيديو ده هتقولك وترجعي تقولي أنا تخنت، بس ما اقدرش اقاوم. البيتزا والموتزاريلا حاجة في حتة تانية، خاصة لما كنا انا عاملاهم بقى بالليل كده في السهرة، واقعد اكل بقى واتفرج على التلفزيون، حاجة كده ليها رونق خاص.